لو حبينا نشوف افضل حاجه نعمل بيها سكين كير روتين واحنا في الصيف، فعندنا 4 ليفلز من العنايه بالبشره. نبدا الاول خالص بالتنظيف باستخدام الكلينزر اللي يساعدني في التنظيف العميق للبشره من غير ما ياثر عندي على النورمال ليبيدز او الدهون الطبيعيه بتاعتنا. وبعدين استخدام التونر عشان يضيق المسام ويرجعها لحجمها الطبيعي، وطبعا استخدام السان سكرينز عشان البروتكشن، وفي الاخر استخدام النايت سيروم للحفاظ عندي على نضاره البشره. الكلام ده كلام عام يقدر اي حد يقوله، بس المهم ان ازاي هنختار المنتجات بتاعتنا، المنتجات اللي تقدم لي ادد فاليو وقيمه كبيره في الحفاظ عندي على البشره بتاعتي. نبدا كلامنا النهارده بالسكين كلينزرز، وناخد بالنا من واحد من اهم الفيشيال ووش او الفيشيال كلينزرز من جلو لايت، وده بيقدم لك شويه مزايا مهمه جدا. اول حاجه التقشير الخفيف بوجود كميه مش كبيره من الساليسيليك اسيد، ودي تقدر تساعد في ازاله الجلد الميت، وكمان شويه الدهون الزياده اللي طلعت معايا مع العرق. رقم 2 وجود عندي هيلورونيك اسيد بكميات توصل ل 1%، بس الاهم من كده ان الهيلورونيك اسيد اللي موجود معانا هنا متكسر، معنى كده ان امتصاصه هيكون عالي، فهيكون له دور في ترطيب البشره كترطيب مائي، وده هيكون مناسب للناس اللي بشرتها دهنيه. بالاضافه لوجود النياسيناميد او فيتامين بي 3 او ما يعرف بفيتامين بي بي، وده مهم جدا لتوحيد طريقه انتاج الدهون جوه البشره، فيرجع نسبه الدهون الصحيه من السيراميد ترجع للوضع الطبيعي، وبالتالي فرص فقدان الميه من البشره تبقى اقل. رقم 4 عندي كمان الكافيين، وده ليه دور مهم في تقليل ان تظهر عندي حبوب الشباب، وكمان تحسين الدوره الدمويه وتقليل الانتفاخات اللي حوالين العين. كمان وجود معايا البنثينول وفيتامين اي عشان تقليل الالتهابات اللي ممكن تحصل في البشره. فاحنا قدام فيشيال كلينزر بيقدم لي مجموعه خدمات مهمه جدا في اول مرحله من مراحل السكين كير. وبكده جلو لايت فيشيال كلينزر بيقدم لنا مجموعه مزايا مش موجوده في كلينزرز كتير. خلينا فاكرين التقشير العميق اللي من غير ما يسبب عندي مشاكل في المسام، الترطيب وتقليل التهابات البشره، وفي الوقت نفسه كمان مساهمه في توحيد اللون بالنياسيناميد واسترجاع الدهون الطبيعيه اللي بتحافظ عندي على كميه الترطيب جوه البشره. افتكر دايما ان صحتك اهم.